معنا اليوم حبيبة الملايين ياسمين عبد العزيز والناقدة الكبيرة مها مدبولي. بتقول عن ياسمين في فيلم خلي بالك من نفسك إنها عندها قدرات وطاقات تمثيلية هائلة. وأكدت مها أن ياسمين عملت دور فريدة الشندويلي تاجرة السلاح، شخصية مركبة عندها أكثر من وجه. بنشوفها في الأحداث عندها انفصام نفسي، شوية تبقى شريرة وفجأة تلاقيها رقيقة ورومانسية، وساعات تكون الطفلة البريئة المريضة نفسيا. وبتقول هي دي فريدة الشندويلي، في مشهد واحد بتعمل كل دول بتعبيرات متقنة وأداء تمثيلي لافت. وقالت إن براعة ياسمين عبد العزيز كممثلة خلتها مسيطرة على الشخصية وناجحة في لعب الدور ده، لأنها شاطرة في تقديم الأداء الكوميدي بخفة ظل وتلقائية وسرعة بديهية. وقالت الناقدة الكبيرة مها مدبولي إنها افتكرت مشهد الرقص في شهر العسل، والتي عكست فيها الصراع الداخلي بين خشونة فريدة وعنفها لأنها تاجرة سلاح وزعيمة عصابة، وبين رغبتها أن تكون أنثى عادية ولكنها بتمارس إغراء زوجها بطريقة فذة وبإيحاء تهديد واضح. من فجر سيل من الكوميديا وأغرق الجمهور في أجواء من الضحك، وفي نفس الوقت خلال العمل مزج ياسمين عبد العزيز بين الكوميديا ومشاهد الأكشن بحيوية ولياقة بدنية عالية. في إحدى المشاهد فرد ذراعها بالرشاشات وهي تطلق الرصاص وكأنها راقص تنورة.